تبحث ألمانيا في المغرب على منصة صناعية قريبة من أوروبا، لكنها تواجه بمنافسة قوى صناعية كبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة وكذلك الصين التي أصبحت شريكا صناعيا موثوقا للمغرب، مع وجود متعاظم لقوى صناعية أصغر مثل الهند وتركيا. فكيف تحول المغرب إلى نقطة جذب صناعية؟ وهل يملك أصلا المؤهلات لكي يتحول إلى مصنع أوروبا؟ بالإضافة إلى استراتيجية ألمانيا المعنية بنقل الإنتاج قريبا من أوروبا، ركزت وسائل الإعلام الألمانية في تغطيتها لزيارة وزير الخارجية الاتحادي فودافون للمغرب، ركزت على الشراكة البشرية بين الرباط وبرلين، إذ تعتمد المصانع والمستشفيات الألمانية على الكفاءات المغربية. فمن أي زاوية تريد ألمانيا تكريس وجودها الصناعي والتجاري في المغرب؟ وما مدى قوة المنافسة التي تواجهها هناك من قبل دول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من برلين الدكتور أندرياس راينيكه، الدبلوماسي السابق ومدير معهد الشرق في العاصمة الألمانية. ومن الرباط ينضم إلينا الدكتور مهدي لحلو، الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي. كما ينضم إلينا من باريس الدكتور حسن عبيد، رئيس مركز الأبحاث والتنمية الاقتصادية في باريس. دكتور الحلو، على ماذا تم الاتفاق بين الرباط وبرلين خلال زيارة فودافون للمغرب؟ أعتقد أن الزيارة كانت منتجة بالنسبة للمغرب وألمانيا، وأنه كان هناك اتفاق على تقوية هذه الشراكة التاريخية بين البلدين، بحيث أن الشراكة بين المغرب وألمانيا تمتد على مدى 70 سنة بعد استقلال، مباشرة بعد استقلال المغرب، وتطورت تدريجيا من شراكة على مستوى اليد العاملة إلى شراكة تجارية وصناعية، ثم اليوم إلى شراكة تجارية أقوى، وكذلك الشراكة فيما يتعلق بالهجرة القانونية للمغاربة الذين يبحثون عن عمل في ألمانيا، أو لشركات الألمانية ومختلف القطاعات الألمانية التي تبحث عن عاملين مغاربة. الآن التطور الحاصل أعتقد أنه تطور سياسي، وهذا التطور حصل منذ اتفاق ديال أغسطس من سنة 2022، بحيث حول الاتفاق المغربي الألماني ليس فقط على المستوى التجاري وعلى المستوى الإنساني، بل مده على المستوى الاستراتيجي والسياسي، على اعتبار أن ألمانيا دخلت صادقت أو اتفقت على أن الحل المغربي لإشكالية الصحراء التي هي الآن من أكبر الإشكاليات السياسية المتواجدة في المغرب العربي. ألمانيا اتفقت على أن الحل السياسي المرتبط بالمقترح المغربي لسنة 2007 هو الحل الأنجع لوضعية نقطة لم تحسم نهائيا دكتور الحلو، وسأنقل هذه الفكرة إلى الدكتور أندرياس راينيكه في برلين. دكتور راينيكه، أجدد الترحاب بك. خلال المؤتمر الصحفي قال وزير خارجية ألمانيا إن الشركات الخاصة الألمانية تستثمر في الصحراء الغربية، لكن الدولة الألمانية لن تدعم أي استثمار هناك قبل حسم الوضع القانوني للمنطقة. إلى أي مدى قد يفهم ذلك على أنه خطوة إلى الوراء في الموقف الألماني من الحل الذي يقترحه المغرب؟ كلا، إنها خطوة باتجاه المغرب، لأن ذلك يعني أن هناك حق للشركات الألمانية أن تستثمر هناك إن أرادت ذلك. فالشركات الألمانية لا تستثمر بأموال الدولة الألمانية، إنما بأموالها الخاصة، وبالتالي أنا أفسر ذلك تشجيعا للشركات الألمانية على الاقتصاد، مع الإشارة إلى عدم الاتفاق السياسي أو عدم وجود هذا الحل السياسي بعد. لكن عندما تقول برلين على لسان وزير خارجيتها إن الأمر غير محسوم وبرلين تنتظر إلى أن يتضح الوضع القانوني
وإلى أن يتم الحل النهائي لهذا النزاع حول الصحراء بين المغرب من جهة والبوليزاريو والجزائر من جهة أخرى، ألا يعد ذلك بأن الموقف الألماني هو موقف ما زال ضبابيا حين تمتنع الدولة الألمانية عن دعم هذه الشركات التي تستثمر في المنطقة في مشاريع ليست فقط خاصة ولكن تهم الدولتين؟ كلا، الموقف ليس ضبابيا، إنما كلنا نعرف أن هناك جانبين. هناك المغرب وألمانيا تقيم علاقات ممتازة معه، وهناك الجزائر من جانب آخر، ولا بد أن يكون هناك اتفاق بين الدولتين. ولكن من الواضح أيضا بأن لن يكون هناك دولة صحراوية أو حكم ذاتي في الصحراء الغربية. أعتقد أن المصلحة هي أن يكون هناك منطقة مستقرة. أما الشركات الألمانية فهي تعرف بنفسها ما هي الأوضاع القائمة، وتعرف بأن المغرب هو الذي يسيطر على الصحراء، وبالتالي تستثمر هناك بحكم منها. طيب دكتور حسن، أرحب بك مجددا. دول أخرى لا تنتظر، فرنسا والولايات المتحدة مثلا حسمتا أمرهما واعترفتا بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء، والموقف الإسباني أيضا متقدم جدا على نظيره الألماني في هذا الشأن. ألا يمنح ذلك تلك الدول قدرة تنافسية أكبر على تكريس مكانتها واستثماراتها في المغرب مقارنة بألمانيا؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام وللضيوف من كافة مناطق. يعني بالحقيقة اليوم يجب العودة إلى العلاقة التاريخية بين المغرب وبين ألمانيا وفرنسا، وربما نستذكر زيارة غيوم الثاني في العام 1905 إلى طنجة، وكانت يومها نوع من المنافسة الألمانية للوجود الفرنسي في المغرب، وكان يومها هناك نوع من الاتفاق بين فرنسا وبريطانيا، وكانت ألمانيا لا ترضى به بكل تفاصيله. اليوم الأمور مختلفة. يعني ربما إذا نظرنا على الموضوع من الخارج نراه نفس الشكل، ولكن الأمور مختلفة لأن المغرب اليوم هي صاحبة القرار. المغرب هي التي تريد أن تنوع علاقاتها مع الدول الأخرى. فبعد الاستقلال المغرب حتى الوقت قريب كانت علاقتها شديدة الارتباط بفرنسا من كافة النواحي الاستراتيجية، التاريخية، الأدبية، العلمية، الثقافية، التجارية والاقتصادية. أما منذ بعض السنوات تنظر المغرب إلى الأمور بطريقة مختلفة، وتريد أن تنوع علاقتها مع الدول مختلفة. مع أوروبا، عندما تقول أوروبا تنظر إلى كافة الدول الأوروبية، وعندما تنظر أيضا إلى العالم لا تحصر علاقتها مع أوروبا، فهي تنظر إلى الصين أيضا، وهي نوعت علاقاتها مع الصين، مع الولايات المتحدة، ومع حتى أنها لم تخسر علاقتها مع روسيا ومع كافة الدول. لذلك اليوم الأمور مختلفة، فتحولت المغرب من دولة شبه تابعة إلى أوروبا وبالتحديد إلى فرنسا إلى دولة صاحبة قرار في تنويع واختيار علاقاتها مع الدول من الناحية الاستراتيجية.